ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو النهارده. انا جولي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سندوتش حلو قوي للفطار، والاحلى من فيه ان هو كمان سهل جدا. هنا عندي شويه جبنه، دي ميكس جبن، ممكن جبنه رومي، اي نوع جبنه انتي بتحبيها، وهطقش عليهم بيضه، واحط له بس ملح وفلفل اسود، وهقلبهم حلو قوي مع بعض. حطيت الملح، دلوقتي هديله رشه فلفل اسود، وهقلبهم مع بعض. قولوا لي يا جماعه، بتحبوا وصفات الفطار بتاعتي ولا لا؟ لو بتحبوها كتر لكم منها. تمام. هنا العيش انا فاتحاه بالشكل ده عيش مصري، فتحته بالشكل ده. وهنا عندي طاسة سخنة فيها نقطة زيت، فيها حبة زيت يعني حوالي نص معلقة زيت. تمام. حطيت عليها العيش وحطيت فوقيه البيض. هنا بحاول افتحه واوريهولكوا عشان معرفتش اصور انا وبحط، عشان بصور بايدي. اوكي، بس كده. وهسيبه بقى على نار هادي، فوق الهادي شوية، وهغطيه اهم حاجة. وفي نص السوا بديله حتة زبدة كده قبل ما اقلبه، بحط حتة زبدة اقلبها شوية من تحت، واروح قلب الرغيف ياخد لون من الناحية التانية، بياخد لون كده وتحميصة حلوة. ده بيبقى شكله، كان طعمه حلو قوي قوي، يعني حاجة مختلفة شوية. هو سندوتش بيض بس صدقوني بيبقى طعمه مميز وحلو قوي. شرحت جنبه طماطم وخيار. طماطم حط لها ملح وفلفل اسود. وده الرغيف التاني اتحمرش سنة بس كان طعمه حلو وشغال. بس كده، دي نهاية الفيديو. باي باي.